من شوارع ماديرا الفقيرة إلى عرش كرة القدم العالمي. ولد في البرتغال عام 85 بشغف مجنون. بدأت القصة في سبورتنج لشبونة، لكن عام 2003 كان الموعد. خطفة فرغسون إلى مانشستر يونايتد، وهناك تحول الفتى الموهوب إلى صاروخ. كان أول دوري أبطال وأول كرة ذهبية في 2008، وبعدين دخل العهد الملكي مع ريال مدريد. 451 هدف في 438 مباراة، حطم كل الأرقام وحصد 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا، آخر ليصبح ملك البطولة. ما وقفش على كده، قاد منتخب البرتغال للفوز بيورو 2016، وبعد كده جرب في انتر، وبعدين عاد الى يونايتد قبل ما يبدأ رحلة جديدة في النصر السعودي. خد 5 كرات ذهبية، 5 دوري ابطال اوروبا، و4 احذية ذهبية. بس شخصية كريستيانو رونالدو خلصت كده. دي من اهم الشخصيات اللي في العالم الرياضي، اللي عملت تاريخ جامد 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 في العالم الرياضي. لم ينتهي يا السادة رونالدو، ما زال العالم سيشاهد أهدافه ويستمع بألقابه ويفرح لألقابه. لا يا السادة، لم تنتهي صلوحية البرتغال ليباع في المزاد يا معشر مدريد. هذه كلمات ليست مرثية في نجم البرتغال، ولكنها مني إقرار واعتراف. هذه كلمات هي اعتراف وإقرار لنجم ليس كباقي النجوم. جاوبهم يا البرتغال.